سعاده الشيخ خالد، واهلا وسهلا الدكتور سعد. اكرمكم الله، اهلا بكم. انا طبعا مستمتع بالكلام ده. انا على فكره انا صحفي على الانترنت، مدير موقع كورابيا، ده موقع رياضي. انا هاخدكم بس موضوع الاحتكار مره تانية، معلش هرجع بموضوع تاني. اهلا وسهلا. على خلفيه الموقف اللي موجود دلوقتي بعد رفض قناه الجزيره بيع مباريات البطوله للمصريين. احتكار بس احتكار بس الفضائل المباريات. نعم. على اعتبار ان المباريات هي يعني وسيله لترويج النفوس، ان احنا نبقى مكان نخرج فيه قدرات للناس، او يبقى فيه طاقات تخرج في التشجيع او يعني بنبعد بين الناس في امور بره التطرف، بره اي حاجه تانية. نعم. في الاول وفي الاخر دي رياضه. طبعا. حق الناس، ان احنا حق الناس وحق الشعب وحق المواطن الغلبان انه ابسط حاجه انه يشاهد. يعني مش كل منا قادر انه يدفع 400 او 500 جنيه عشان يتفرج على بطوله مدتها 14 يوم او 15 يوم. طبعا كلام ومش من اساسيات، يعني مش من اساسيات حياتنا ان احنا الكوره او نشجع الاهلي او الزمالك او بس دي جزء من حياتنا. دي علاج نفسي زي ما قال الدكتور يعني. تمام. هل احنا دلوقتي الموقف اللي احنا فيه دلوقتي بعد الجزيره ما رفضت الجزيره ان هي تبيع لمصر وقالت ان هم اشتروا بمبالغ كبيره، على الوقت نفسه بيدوا دول ثانيه وبيدوا باسعار ارخص غير الموقف اللي احنا محطوطين فيه دلوقتي، وبعد هم اللي ماسكين السلعه بس. طب هسألك شويه اسئله يتضح الموقف بيها للدكتور. اتفضل يا مولانا. حضرتك هل المحتكر بيعامل الدول كلها بنظام واحد؟ لا، النظام مختلف. ويعني في دول بيسمح مجانا وفي دول بيدي تسعيره اكثر وخلافه. ايوه مظبوط. نعم. رقم 2، هل المحتكر هذا بيلزم الدوله نفسها ولا الافراد ان هم يدفعوا؟ ده لا، ما التلفزيون المصري تقدم بعرض بعرض لقناه الجزيره. قناه الجزيره طلبت 55 مليون جنيه نظير عرض البطوله على التلفزيون المصري، وبشروط قناه الجزيره يذاع 10 مباريات، 3 مباريات لمصر، وفي حاله تكملتنا للدور اللي بعد كده ناخد مباريات مصر، وهم اللي يختاروا لنا المباريات اللي نكمل فيها بعد كده. السؤال الثالث، هل ليست هناك وسيله الا هذه القناه لرؤيه هذه المباريات؟ هقول لحضرتك في وسائل اخرى. ايوه. ده هياخدنا بقى الموضوع تاني، ممكن الوصله، فهنقول الوصله حرام ولا حلال. طب انا باخد دلوقتي بدون علم صاحب الشأن، لان هو اللي اجبرني على كده. نستمتع بقى، احنا معانا الدكتور القطب العلم بتاعنا ونستمتع. يبقى احنا كده دخلنا اتكلمنا في موضوع تاني، موضوع الوصله نفسها في حد ذاتها. نتكلم في الاحتكار الاول وبعدين نخش على الوصله. هل الوصله برضه هتاخدنا ان الناس انا عاوز اتفرج، هدفع 20 جنيه واتفرج ولا ادفع 400 جنيه على 15 يوم؟ ده كلام. لا بس هو انا في سؤال فضلتك سالته، وهو ان قناه الجزيره طالما سمحت لقنوات اخرى غير المصريه لدول اخرى غير المصريه بالبث، اذا هل في مكنه المشاهد المصري ان ينظر اليها؟ اذا قناه خليك معانا يا وليد عشان الدكتور هيناقش. اذا التلفزيون المصري يحرص على ان يبث من عنده من اجل الدعايه والاعلان والتكسب ايضا، يعني كل بيتكسب من الكل. هل المواطن المصري يستطيع ان ينظر الى هذه المباريات في اي قناه اخرى عن طريق الدش؟ لا. في اي من الدول اللي مسموح بها. المواطن المصري او اي مواطن لا يستطيع ان يرى على الدش العادي الفري المجاني هذه المباريات، حتى في الدول التي اخذت موافقه من قناه الجزيره. في الدول دي اذا في مكنه المواطن المصري ان يصل لا اليها. الدول دي عندها دي حاجه اسمها ديكودر دوت فيه شفره معينه. دكتور سعد بعد اذن حضرتك. اتفضل. انا بس ليا كلمه اقول لحضرتك، ان حتى لو العرض اتعرض علينا نشتري ب 55 مليون جنيه نشتري، ومالناش حق ان احنا نعيد ولا لقطه بعد الماتش ما يخلص، وبشروط القناه. ملناش حق نعيد ولا جون ولا اي حاجه خالص. انه يعيد يعني منتهى، بصراحه انا شايف ان مش ده منتهى، مش احتكار، ده منتهى الاحتقار بالقاف مش بالكاف. طيب انا لو خيرت حضرتك وخيرت الدكتور سعد، هل احنا ندفع كمصر ندفع 55 مليون جنيه نظير نذيع المباريات كاس الامم الافريقيه؟ هو بالتأكيد بمبلغ كبير يتم إنفاقه في مصارف هامة في الدولة. نعم. وفي مكنتنا أن ندخر جزء كبير أو أن نوفر جزء كبير من هذا المال. يبقى الحل. إذا هذا ما ذكرته لفضلتك في أثناء العرض عندما قلت إذا ضاق الأمر اتسع، إذا اشتد الوطيس واشتدت الشروط المجحفة من المحتكر وكان ظالما ومتكبرا، فهل هذا يعطي الحق للطرف المضرور أن يتخلص بطريقة أو بأخرى فيما يسمى عند الشافعية الظفر بالحق؟
هل من حق المواطن المصري أن يصل عن طريق الوصلة كما تفضل أيوة. هذا الأستاذ الفاضل؟ أيوة. أو ليس من حقه؟ أيوة. بالتأكيد إن عرض نفسه للضرر يبقى. طب هل ترى إنه عدم مشاهدة المصريين شبابنا اللي عاوز، يعني انت شايف الضغوط السياسية والضغوط الاقتصادية والضغوط الاجتماعية والضغوط نعم الدينية، كل حاجة بصراحة، يعني اقهر ناس اللي عندنا ربنا يتولاهم برحمته وعفوه. يعني انت شايف الشباب المضغوط ده هل يحق له ان يتصرف